السلام عليكم، نتمنى نلقاكم فيديو في صحة جيدة إن شاء الله، ورمضان مبارك سعيد، دخل عليكم الصحة والسلامة إن شاء الله. اليوم غادي نحضر معاكم بريوش هشاش قطنيين بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة التحضير، وأكثر من هادشي كامل تبارك الله الريحة ديالهم كتعطي من راس الدرب، كيجيو بنان بنان بزاف. المهم بلا ما نطول عليكم ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. غادي ناخدو واحد نص كيلو ديال الدقيق، غادي نضيفو له واحد المعلقة صغيرة ديال خميرة الخبز، حبيبات راها عندي تما انا وريتها لكم. وغنضيف واحد الساشيه ديال البيكين باودر يعني خميره الحلويات من فئه 7 غرام. من بعد كنضيف المليحه، وكنضيف واحد المعلقه ديال السكر سنيده باش هكا كتعطينا واحد الاختمار اللي سريع، وحتى البريوش كيعطيها يجي هشيش كيجي محمر وزوين. صافي من بعد كناخذ واحد المعلقه ديال الزبده، كيما كانت عندكم زبده حيوانيه ولا نباتيه، ما كاينش فرق. المهم ضروري خصها تكون زبده لانها حتى هي كتهشش داك البريوش ديالنا وكتعطيه واحد الرطوبه في العجينه. من بعد كنعجن العجينه ديالي مزيان وكنخليها حتى كتخمر المره الاولى، وكنخرج داك الهواء ونخليها تخمر المره الثانيه. بعد ما كتكون راها كتختمر العجينه ديالي كندوز هنايا كناخذ الحشوه. كناخذ واحد البصيله اللي كتكون متوسطه، كناخذ الكفته، وكناخذ واحد زوج ديال الحبات ديال الكورجيت وجوج حبات ديال الجزر، كنحكهم بشكل طولي. وكندير التوابل التاليه: مليحه، شويه الخرقوم، شويه السكنجبير والبزار، وشويه ديال التحميره، وواحد المعلقه ديال الهريسه. بالنسبه للهريسه اختياريه، ولكن صراحه كتعطي واحد المذاق رائع جدا. صافي كناخد الكل كنضيف له واحد شويه زويته، وكنخليه كيتشحر حتى وكان كتشحر هذيك الحشوه ديالنا وكتنزل وكتنشف هكا شويه. كنوجد باش ماشي ندهن داك البريوش، كناخد واحد الصفار ديال البيضه، كنضيف له واحد المعلقه كبيره ديال الماء، وكنضيف له واحد شويه ديال الصوجا. صافي كنخلط الكل جيدا مزيان وكنخليهم على جنب. البنات هاد الخليط هذا كيعطي للبريوش واحد الحموريه، واحد اللون ذهبي رائع جدا. غير بقاو تستعملوه مثلا في اي بريوش بغيتو حتى هكا يخرج عندكم حميمر هكا ومذهب، بقاو تستعملوه هاد الطريقه راه كتجي زوينه بزاف. صافي من بعد ما اختمر العجينه ديالي اختمرت جوج مرات، كناخدها كنخوي من هذاك الهواء، وكنبدا كنشكلها هكا على شكل كرات باش نبقى نخدم بهم. بالنسبه للكرات كنحاول نديرهم نفس العبار هكا، نفس القياس. وكنبدا كناخد هكا كل كره ونطلقها، وكنطلقها على الواجهه ديال الداخليه ديالها. من بعد كنعمرها وكناخد السكين كنقلبها هكا نفلحها هكا في الظهر ديالها. غادي نعاود معكم المره الثانيه. غادي ناخد واحد الصينيه ديال الفرن، بعدا كنكون راني دهنتها بالزيت عفوا، وكندير هذاك البريوش ديالي. من بعد ما كننتهي كناخد العجينه كنطلقها على وجهها، ثم كنقلبها المره الثانيه على الحشوه ديالها ديك الداخل ديالها، وكنبدا كنحاول نلصق هكا دوك الجوانب. البنات لصقوهم مزيان وحاولوا ديروهم بحال شكل كوميره. وكناخد هكا واحد السكين وكنبدا كنفلح ديك الفليحه هكا في الوسط. والله البنات الا الطريقه لا سهله جدا، وكيعطيك واحد البريوش اللي كيجي زوين زوين بزاف، وكتبقاي تقولي كيفاش درتي له. راه بهاد الطريقه راه كتجي ساهله جدا وكيجي غير. المهم نتوما بالنسبه لهنا فاش تكونوا كتجمعوا هذاك البريوش ديالكم حاولوا ما تقيسوش يديكم بديك الحشوه، وحاولوا تخليو الحشوه بعيده على هذوك الاطراف باش هكا كتلصق لكم العجينه. الا قصت هكا الحشوه قصت دوك الاطراف راه ما كتبغاش تلصق العجينه، ما كتبغاش تلصق مع بعضها. لهذا دائما خليوها بعيده وبقاو كتلصقوا هكا العجينه وهي ناشفه. صافي كنبقى هكاك مستمره حتى كنتهي. كما قلت لكم راني الصينيه ديال الفرن دهنتها بشويه ديال الزيت، وكنبقى هكا مستمره حتى كنتهي من ديك الكميه اللي عندي كامله. من بعد كناخد هنا واحد الكميه ديال الفرماج، كندوزها هكا على ديك الفلحه اللي كنا فلحنا في المره الاولى. كنعمر ديك العماره هذيك. ومن بعد كناخد هذاك الخليط اللي درنا ديال الصفار ديال البيض مع شويه ديال الماء مع الصوجا، كناخدو وكنبدا كندهن دوك الجوانب ديال هاد البريوش ديالي. كيعطيهم واحد اللون ذهبي رائع جدا البنات. وبالنسبه للفرماج غير كثروا الفرماج، راه كيجي غزال غزال بزاف، كيجي معلك تبارك الله فيها وزوين زوين.
صافي من بعد ما كندهن كيما قلت لكم دوك الجوانب، كناخد ديك زريعة الخشخاش ولا الزنجلان ولا أي حاجة عندكم هكا باش تزينوا. ولا ما بغيتوش ديروه تقدروا زعما ما كانش عندكم استغناو على ديك المرحلة ديال هكا ديال التزيين. بالنسبة لهذا الخليط ضروري ديروه لأنه كيعطي واحد اللون ذهبي رائع جدا. وبالنسبة كما قلت لكم لدوك الحبيبات ديال الزنجلان ولا ديال زريعة البافوم اختيارية صراحة، بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش تقدروا تستغناو عليها. إلا أنها كتعطي واحد الجمالية حتى هي للبريوش ديالك كيجيو زوين صراحة. صافي هنا الفرن راني كنكون شاعلة عليه، كنخليه حتى كتختمر هكا غير واحد العشرة دقايق، ومن بعد كنشعل على الفرن حتى وكان كيسخن مزيان. البنات هاد القضية هادي خصكم تكونوا هكا دايرينها لأنها ضرورية باش ينجح لكم هكا البريوش. غادي تسخن الفران مزيان حتى وكان كيسخن، من بعد كتقلليه وكتدخلي البريوش ديالك، كتقلليه على نار اللي كتكون مهيلة، وكتدخلي البريوش ديالك المدة ديال هكاك واحد تلت ساعة حتى ربع ساعة، حتى كتشمي ديك الريحة الزوينة بزاف اللي كتبقى كتعطي هكا في البيت. هكا في البيت ديالك عاد كتمشي تشوفي هكا البريوش ديالك كتجبريه راه وجد، وكتحصلي على واحد البريوش اللي تبارك الله هشيش وبنين بنين بزاف وبطريقة اللي زوينة وسريعة وهكا الطريقة اللي أنا بصراحة كتجيني من أسهل الطرق ديال البريوش هي هاد الطريقة هادي. كيجي تبارك الله غني بزاف ديال هكا بالخضر باللحم بالفرماج، وكيجي حتى المنظر ديالو كيجي رائع جدا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه كما كتشوفوا البنات تبارك الله كيجي مهاوي وهشيش وغزال غزال بزاف. غير جربوه، انا متاكده ما غاديش تندموا الا جربتوا هاد الطريقه هذه ولا هاد الفكره هذه ديال هاد البريوش هذا. دابا وصلت لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الرحمن، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. باي باي.